ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيك بالكاستر والشوكليت والمانجا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجه هنبدا بيها مقادير الكيك. والاول هنجيب خلاط ونحط الحاجات السايله. نص كوبايه زيت، هنحط كوبايه سكر، كوبايه لبن، هنضيف عليهم بيضتين، وهنضيف مع البيض طبعا اكيد هنحط فانيليا. بعد كده هنحط 4 معالق خل، وهنضرب كل الحاجات دي في الخلاط، بس ياخدوا وقت في الخلاط لحد ما السكر يدوب. وكده ضربناهم بالشكل ده. وهنبدأ نجيب معانا كوباية ونص دقيق، عليها نص كوباية كاكاو، ونقلبهم كويس. وبعد كده نضيف باكل بيكنج باودر كله. وطبعا احنا هنا بنحط في الكيك خل عشان يساعده على الارتفاع ويعمل معاه فوم. هنحط كل المواد السائلة عليه كده بالشكل دوت، ونفضل نقلب لحد ما تبقى معانا بالقوام دوت. بنكون محضرين، لازم يكون قوامها خفيف. نكون محضرين صينية مدهونة سمنة ومبطنة بالدقيق، ونفضي الخليط. واحنا اصلا بنبقى مولعين الفرن قبل كده، قبليها بشوية، يعني ب10 دقايق او ربع ساعة عشان خاطر يسخن. كده هنبدأ في الحشوة بتاعتنا. عبال ما الكيك يطلع هنبدأ حشوة الكاستر الأول. هنحط كوباية لبن، وبعد كده هنضيف عليهم 3 معالق سكر، وبعدين هنبدأ نضيف النشا. كل ده على البارد، مش هنحطه على النار غير بعد ما نضيف كل مقاديرنا. معلقة ونص نشا، وهنحط شوية فانيليا صغيرين، وهنبدأ نضيف بيضة، وهنبدأ نقلب. كل ده برضو على البارد، احنا لسه ما حطيناش حاجة على البوتاجاز. ومعلقة زبدة معاهم، نقلبهم. وبعد كده نبدأ نرفعهم على النار لحد لما يتجانسوا مع بعض ويتخنوا بالشكل ده معانا. نفضل نقلب فيهم لحد ما يبقى لها عرق. هنبدأ نعمل كاستر الشوكولاتة هو كمان معاه. كوباية برضو لبن، 3 معالق سكر، معلقة ونص نشا. هي بالظبط شبه الكاستر بالظبط. بس مش هنحط لها بيض، لأن الكاكاو مش بينفع معاه البيض. وهنحط معلقتين كاكاو، وكل ده برضو على البارد هنقلبه يندمج معانا. وبعدين نحط معلقة الزبدة ونقلبهم ونحطهم على النار. بعد كده الكيك طلع معانا. هنبدأ بقى ايه، بيبقى بالشكل ده كده. هنبدأ نقطعه، هو لسه سخن، بس احنا هنبدأ نقطعه ونرصه في صينية. اي صينية عندك او اي حاجة عندك، هتبدأي تقطعي الكيك وترصيه بالشكل اللي معانا دوت. حاولي تملي الفراغات اللي بين الكيك عشان خاطر الكاستر لما ينزل. هننزل الاول بالكاستر بتاعنا. قبل ما هننزل بيه هنقلبه كويس عشان يفك من بعضه. ونبدأ نفرده ونحط بقى طبقات مانجا زي ما انت عايزة، جوزين اللي موجودة عندك. وهنحط الطبقة التانية بتاعة الكيك، وبرضه هنبدأ نرصها ونملأ الفراغات في الكيك بالشكل دوت معانا. ونبدأ برضو نحط الشوكليت، بس برضو نفضل نقلبه لحد ما يفك. لو كان تخين معانا ممكن نزوده معلقتين لبن عشان يبقى بالشكل ده معانا. نبدأ نفرد الكيك ونحط زين بقى بطريقتنا. كل واحد بيزين على حسب ذوقه وبطريقته.